صباح الخير. النهاردة هنعمل البط بالمرتة، وهنعمل كمان الملوخية الخضراء. وكنا عملنا مع بعض الفيديو اللي فات صينية الرقاق، علشان الناس اللي بتحب الرقاق مع البط يقدروا يرجعوا للفيديو اللي فات مع الفيديو بتاع النهاردة. هنعرف كمان النهاردة كل ما يخص البط، ازاي نتخلص من الزفارة، ازاي يطلع لون الجلد حلو كده ومتحمر كويس جدا ومقرمش، وكمان الملوخية ازاي يبقى قوامها مظبوط، ولا هي خفيفة ولا تقيلة ولا ساقطة تحت الشوربة، ولونها يكون اخضر كده وجميل وطعمها فوق الخيال، مع شوية تركات كده في طريقة تقديم البط. وكل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. يلا بينا نبدأ. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولو لسه ما عملتوش اشتراك للقناة اشتركوا، وتعالوا نشوف كل الخطوات اللي عملناها النهاردة. اول حاجة انا قرطفت الملوخية، باخد بس الجزء اللي فوق اللي هو فيه الورق، وبعدين بغسلها في مصفى واصفيها وانشفها على فوطة تكون نظيفة ومخصصة للملوخية او لاي حاجة غذائية بعملها. وبقطع معاها كمان كام عود من الكزبرة الخضراء. بالنسبة للبط انا بجيبه يعني بشتريه قبل ما اعمله بكام يوم، فاول لما بشتريه بغسله كويس جدا تحت الماء الجاري، واشيل كل الاجزاء اللي انا مستغنية عنها، وكمان بشيل الريش اللي ظاهر قدامي كده من فوق الجلد بملقط انا مخصصاه للبط بس. وبعدين بنقعه في محلول مكون من المية والملح وليمون كتير ساعتين كده، وبعدين بشطفه بمية جارية واحطه على طول في الفريزر لغاية اليوم اللي هعمل فيه البط. باجي قبلها مثلا بالليل وبخرجه من الفريزر واحطه في التلاجة من تحت علشان يسيح على مهله خالص من غير ما اطلعه برا التلاجة. الصبح بقى بيبقى خلاص فك خالص من التلج، وبعدين بعمل له نفس المحلول اللي عملته قبل كده، اللي هو عبارة عن مية وملح وليمون كتير لمدة برضو ساعتين، وبعدين نبدأ التسوية. لو عملتوا الخطوات دي تأكدوا 1000000% ان مش هيبقى فيه ريحة زفارة خالص وانتوا بتاكلوا البط. بعد كده ندخل على الخطوة اللي بعدها، اللي هي خطوة تحضير المرتة، مش المرتة. المرتة دي اللي بتطلع واحنا بنسيح الزبدة، انما المرتة عبارة عن بصل وسمنة وملح وفلفل، وبقطع كمان معاهم الكبدة والقنصة والقلب بتوع البطة اجزاء صغيرة كده، مكعبات صغيرة، وبنبدأ نحضر المرتة اللي هنحشي بيها البطة. رفعت السمنة على النار واستنيت لما ساحت وسخنت، وبعدين هنزل بقى بكل الاجزاء اللي احنا قلنا عليها بتاعة الكبدة والقنصة والقلب، ياخدلهم تشويحة كده والمسام بتاعتهم تتقفل. وبعد كده بنزل عليهم بالبصل، بس الاول بديهم وقتهم عشان لو نزلوا مية او حاجة المية تنشف وما يبقاش فيه غير السمنة او المادة الدهنية اللي احنا بنقلي فيها. حطيت بعد كده البصل، وهو عبارة عن بصل كتير، يعني المرتة بتاخد مثلا 4 أو 5 بصلات علشان هنحشي بيهم البطة فيبقوا مليين البطة من جوه. خلاص هقلب فيهم بقى لغاية لما البصل يبدأ يدبل شوية، مش يصفر بس يبدأ يدبل، وبعد كده بسيبه لما يبرد خالص وابدأ احشي بيه البطة من جوه، وازق كده بالمعلقة علشان اوصل المرتة لأبعد حتة جوه البطة. الطريقة دي برضو من الحاجات اللي بتخلي البطة يبقى طعمها حلو من جوه، وفي نفس الوقت مفيش برضو زفارة خالص. هنبدأ بقى نقفل البطة من تحت علشان المرتة ما تطلعش معانا في الشوربة بأي حاجة. يعني لو هتعملوا بخلة السنان ممكن تقفلوا بيها الجلد، واللي حابب برضو ان هو يخيطها بخيط وإبرة، بس يبقى مخصص إبرة معينة للبط كل مرة يعقمها قبل ما يستخدمها. تمام، انا تقريبا كده خلصت كده وقفلت البطة، وهنتنقل للخطوة اللي بعدها. هنشوح البطة شوية في معلقة سمنة علشان نقفل كل المسام بتاعتها في طاسة بقى او جريل او حلة او اي حاجة عندك ما بتلزقش، وهندي للبطة كده تشويحة نقفل بيها المسام. انا عندي الصينية دي برتاح لها جدا لان هي واسعة،
بتشيل اي حجم للبط، وفي نفس الوقت هي ما بتلزقش، فبستخدمها طول الوقت في ان انا احمر فيها فراخ او بط او حاجة قبل ما احطها في الشوربة. نقلتها بقى بعد ما اتحمرت واخدت اللون الحلو ده، نقلتها في حلة كبيرة وبدأت احط عليها مية بتغلي لغاية لما المية بدأت تبقى مغطية البطة كلها. وعشان انا واثقة ان بطتنا الحلوة مش هتطلع ريم، فهبدأ دلوقتي احط التوابل بتاعتي، عبارة عن 5 فصوص حبهان و4 ورقات من ورق اللورة، والفلفل ده مجروش يعني ولا هو سليم علشان عايزة ريحته وطعمه يطلعوا في الشوربة، ولا هو كمان ناعم خالص علشان لما اصفي الشوربة ما ينزلش معاها، وكمان علشان الفلفل الناعم ما يخليش الشوربة بتاعتي يبقى لونها غامق شوية. حطيت كمان بصلتين وغطيت الحلة، بس سبت حتة منها مفتوحة عشان لما المية تغلي ما تفرش على البوتاجاز. والملح طبعا هحطه اخر ربع ساعة في التسوية مش من اول التسوية، ولو انا لسه مش واثقة ان هي برضو مش هتطلع ريم بستنى لغاية لما اشوف، لو هتطلع ريم بشيله الاول وبعد كده بحط كل التوابل بتاعتي. البطة عندي اخدت حوالي ساعة، بعدها حطيتها في صينية ومسحت عليها كده بمعلقة سمنة علشان خاطر ادهنها كلها وادخلها الفرن. الفرن بتكون سخنة، بحطها على الرف اللي في النص لغاية لما بلاقيها احمرت من تحت، بطفي الفرن خالص وبولع الشواية وبنقل البطة من الرف اللي في النص للرف اللي تحت خالص علشان ابعدها عن الشواية. ده طبعا بعد ما اقفل الفرن من تحت، بسيبها بقى لغاية لما تاخد لون براحتها تحت الشواية، لكن برضو بيبقى عيني عليها علشان الشواية بتلسع الحاجة لو انا سبتها لفترة اطول. هبدأ بقى دلوقتي اخرط الملوخية بتاعتنا، بحب اخرطها جدا بالمخرطة زي زمان. خرطتها وبعد كده صفيت الشوربة بتاعة البط وجبت منها حوالي 4-5 مغارف كده، ما بكترش شوربة يعني، بخلي الشوربة لو عوزت وبحتاجت تاني بجيب، لكن في الاول انا لازم ببدأ ب5 مغارف بس. وبحضر بقى معلقة سمنة مع معلقة توم، وحطيت الشوربة على الملوخية اللي انا خلاص خرطتها، وببدأ افكهم كده بالمضرب اليدوي عشان الملوخية تتفك في الشوربة ما تبقاش مكلكعة، وكده الملوخية تبقى جاهزة. انا ما غليتهاش، انا بس سخنتها لكن ما بسيبهاش تغلي على النار، وكمان فكتها بالمضرب اليدوي. بتنقل بقى للخطوة اللي بعدها، ان انا بحمر الثوم في السمنة، وقرب ما يحمر شوية ببدأ احط له معلقة من الكزبرة الناعمة وبقلبهم مع بعض، بس بنخلي بالنا ان هو ما يبقاش يعني لونه غامق قوي، لان لو غمق قوي هيمرر الملوخية كلها. وبعد كده بنضيف الثوم على الملوخية ما نسيبهاش تغلي، الملوخية ما نغطيش عليها علشان لونها ما يغمقش. دي من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها. لو لقيناها تقيلة او القوام بتاعها تقيل بالنسبة لنا ممكن نخففه شوية. هنضيف مغرفة من الشوربة ونقلب برضو بالمضرب لغاية لما نحصل على القوام اللي احنا عايزينه. بس في الاول وفي الاخر هو نص كيلو الملوخية او كيس الملوخية لو جايبينها جاهز، يعني مش بياخد اكتر من 6-7 مغارف من الشوربة. وكده البطة بتاعتنا خرجت من الفرن بلونها الجميل ده، وحضرنا معاها طبق الملوخية وطبق من لسان العصفور، ولو عايزين معاها رقاق برضو انا عملت لكم الفيديو اللي فات صينية الرقاق، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. للتقديم ممكن نحط البطة فوق بقدونس او كزبرة او اي حاجة لونها اخضر، وكمان نعمل الرجلين بتاعتها العظم من تحت بورق من الفويل، هتدي منظر حلو اثناء التقديم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وشكرا جدا لمتابعتكم، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. باي باي.